العلم السوري الأحمر، هل بشار الأسد اللي جابه لازم نكرهه ولا لا؟ لازم نبدله ولا لا؟ العلم الأخضر، هل يا ترى هو علم الانتداب ولا علم الاستقلال؟ راح أحكي بإيجاز عن هذا الموضوع بمناسبة تحديث التيك توك وتحديث الواتس وتحديث كل البرامج. اليوم إذا عندك أندرويد، إذا عندك آيفون، صار العلم الأخضر هو السائد. لكن خلينا نتعرف شوي، ما بدي أفوتكم بالتواريخ لحتى تضيعوا ولا بالإعلام الكتير، بدنا نحكي عن هالعلمين وبس. العلم الأخضر لما كان في انتداب فرنسي على سوريا كان كالتالي: كان في أعلام فيها العلم الفرنسي نفسه، يعني كان مثلا هلال وعلم أزرق وفيه العلم الفرنسي، ولكن هدول كان السوريين رافضينهم، الثوار رافضينهم، فاختاروا علم يمثل الثورة السورية وهو العلم الحالي العلم الأخضر. انحط هذا العلم ليمثل الثورة، وكان اسمه علم الاستقلال بعد ما طلع المحتل الفرنسي، فكان علمنا هذا أخضر هو علم الاستقلال. يعني الثوار في سوريا اعتمدوه، ولهيك سموا هذا علم الثورة السورية، ورجعت ثورة سورية تانية بنفس العلم. لكن العلم الأحمر شو قصته ومين اللي حطه؟ أول ما ظهر بالوحدة بين سوريا ومصر، وكانت النجمتين نجمة بتدل على سوريا ونجمة بتدل على مصر. ولكن بعد ما خلصت الوحدة بال 1961 رجعت سوريا لحالها مرة تانية، ورجع علمنا الأخضر مرة جديدة وظل سنين طويلة. ولكن لما إجا حزب البعث العربي الاشتراكي، ولأنه اشتراكي ووحدة وحرية واشتراكية، فحزب البعث هو اللي رجع هذا العلم ولغى هذاك العلم. فهمتوا هلا؟ ونحن مين اليوم مع حزب البعث؟ ما حدا بيحب حزب البعث. ومين القائد تبع حزب البعث؟ هو حافظ الأسد، وبعدين بشار الأسد. هو الحزب الواحد الحاكم في سوريا، هو الحزب عدو الشعب السوري، هو اللي بينادي بالشعارات فقط. فاليوم العالم لما بتكره العلم الأحمر بتكره لأنه حزب البعث هو اللي حطه، وحافظ الأسد حزبي وقائد الحزب، وبشار الأسد قائد الحزب. إن شاء الله فهمتوا ليش العالم بتكره العلم الأحمر. لكن اليوم شئت أو أبيت علم سوريا هو الأخضر.